الحضور الكريم، لقد آن الأوان لتذكر دروس الماضي والاتعاظ بأحداث التاريخ في هذه المنطقة وعلى أرض فلسطين الأبية الحافلة بتاريخ من النضال والصمود، حين احتلها الصليبيون قرنا كاملا وقتلوا الآلاف من المسلمين والمسيحيين واليهود، وأقاموا الولايات الصليبية، حتى إذا ما اتحد العرب والمسلمون واصطفوا خلف القائد البطل صلاح الدين، عاد الصليبيون من حيث أتوا وعادت الأرض إلى أصحابها. وما أظن أن أحدا يرتاب اليوم في أن الحل الذي لا حل سواه هو في تضامن عربي يدعمه تضامن إسلامي يقويه ويسند ظهره. نقول هذا ونؤكد في الوقت نفسه أننا علم الله لسنا دعاة حرب أو صراع، بل نحن دعاة عدالة وإنصاف واحترام متبادل. وكيف لا، وقد نهى نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن نتمنى لقاء العدو، فقال: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العافية منها، من الحرب. والعدل والسلام اللذان ندعو إليهما هما العدل والسلام المشروطان بالإنصاف والاحترام وانتزاع الحقوق التي لا تقبل بيعا ولا شراء ولا مساومة. عدل وسلام لا يعرفان الذلة ولا الخنوع ولا المساس بذرة واحدة من تراب الأوطان والمقدسات. عدل وسلام تصنعهما قوة الإرادة والعلم والتعليم والتنمية الاقتصادية الراشدة السليمة، والتحكم في الأسواق، والتسليح الذي يمكن أصحابه من رد الصاع صاعين ومن دفع أية يد تحاول المساس بالأرض والشعب. وختاما سيادة الرئيس، إننا في الأزهر الشريف نشد على يديكم وندعو الله أن يقوي ظهركم وأن يوفقكم فيما أنتم ماضون فيه من الثبات على الموقف الرافض لذوبان القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، والرفض القاطع